فيلمنا بيبدأ بقناة إخبارية كتير بتتكلم عن غزو فضائي تسبب في ملايين الضحايا. العالم كله اتأثر ومستقبل البشرية كلها على المحل، لكن بعد 5 سنين الناس كسبوا معركة في فردان، لكن الحرب لسه ما خلصت. الرائد ويليام كيدج اللي هو ضابط العلاقات الإعلامية في الجيش الأمريكي بيعلن إنه بفضل تكنولوجيا الجاكيت الجديدة حتى لو التدريب بسيط بقوا يقدروا يخلوا جنود خارقين. واحدة منهم هي ريتا اللي بيسموها ملاك فردان، واللي العالم كله شايفها امل جديد للحرب، وده بفضل التكنولوجيا الجديدة تكنولوجيا الاكسوسوت او البدلة الخارقة. ريتا قدرت تقتل مئات من المخلوقات الفضائية اللي بيسموها ميميكس، وبنعرف ان الضباط مقتنعين ان مع التكنولوجيا دي اخيرا هيقدروا يهزموا الاعداء. كيجي بيعلن ان عملية داون فول هتبقى اكبر غزو ميكانيكي في التاريخ. بعد كده بنشوف كيجي وهو وصل لندن بالهليكوبتر عشان يقابل الجنرال في مقر القوات الدفاعية المتحدة، وهناك الجنرال بيتكلم معاه عن عملية داون فول وبيقول له انه عارف انها تكلف حياة جنود كتير كويس. وبما ان كيدج ضابط اعلامي امريكي، الجنرال بيطلب منه يروج للغزو ده، وبيقول له ان انت هتسافر للساحل خلال ساعة، وان طاقم الكاميرا بتاعه جاهز وهيبقى على الشط مع الموجة الاولى في فرنسا. لكن هنا كيدج بيرفض وبيقول انه مش جندي فعلا ومش بيستحمل يشوف دم، لكن الجنرال بيقول له ان ده مش عرض، ده امر، وانه خلاص وافق مع القائد بتاعه وده هيتنفذ. وهنا كيدج بيقف وبيحاول يبتز الجنرال، والظاهر ان الحركة لكن اول ما بيخرج من المكتب الجنرال بيؤمر بإلقاء القبض عليه. وهنا كيدج بيحاول يجري بس ظابط بيصعقه بالتيزر. بعد لحظات بيصحى وهو على كومة شنط، وبيتفاجئ لما ظابط بيناديه ويطلب منه يقف على رجليه. وهنا الرقيب فارل بيقرب منه وبيقول له انه في قاعدة عمليات هيثرو الامامية وانه وصل مع المجندين الجدد، لكن كيدج بيعرف نفسه انه ضابط امريكي وبيسأل لو ينفع يتصل بقائده في واشنطن. وهنا الرقيب فارل بيقول له ان القاعدة في حالة اغلاق، مفيش مكالمات داخلة ولا خارجة. بعد ما كيدج بيحاول يقنعه، فارل بيحاول يوافق ويحل الموضوع. وهنا الرقيب بياخده الخيمة، وهناك كيدج بيفهم انه مش هياخده للتليفون، وبيطلع ورقة مكتوب فيها ان كيدج هارب ومتهم بانتحال شخصية ضابط، والرقيب بيناديه الجندي كيدج، وبياخده للفرقة جي. ولما بيوصلوا بيلاقيهم بيلعبوا قمار، كعقاب بيخليهم ياكلوا الكوتشين. وهناك الرقيب بيعرفهم ان كيدج هارب وبيدي الفرقة مسؤولية انهم يجهزوه للقتال بكرة. بعدين الفرقة بتلبس البدل الخارقة، بس كيدج ما عندوش فكرة ازاي البدلة دي بتشتغل اصلا. واحد اسمه جريف بيساعده، بس كيدج بيقوله انه خايف يأذي حد لانه مش عارف يتحكم فيها. جريف بيرد ان مفيش خطر لان الامان مفعل، وكلهم بيمشوا مع بعض للطيارات. لكن كيدج بيحاول يهرب، الطيارة فرقته بتتريق عليه. بعد دقيقة بيسأل ازاي يفك الامان، بس محدش بيسمعه ولا بيرد عليه. لكن وهم على وشك الاسقاط الطيارة بتتضرب من العدو، واحد واحد فرقته بتهبط، والرقيب بيطلب منه ينزل بس كيدج متردد، فبيبقى اخر واحد ينزل وبيهبط على الشط وبيشوف فوضى في كل حتة. بيحاول يفهم البدلة بس لسه مش عارف يتعامل معاه. وهنا طيارة بتقع ناحيته، بس لحسن الحظ بينجح يحتمي في الوقت المناسب. بعدين بيشوف ريتا وهي بتقاتل الميمكس، بس فجأة بتموت قدام عينيه. واحد اسمه كيتش بيحاول يجري في الاتجاه العكسي، بس الرقيب بيوقفه. الفرقة بتتكلم مع بعض وبتتجمع واحد واحد، والعدو بيحاول يخلص عليه، بس لحسن الحظ كيتش بينجح يشغل البدلة في الوقت المناسب. بس ميمك تاني بيظهر وبيحاول يضربه، بس البدلة بتقوله انه لازم يعبي رصاص. بيشوف قنبلة جنبه بياخدها وبيستخدمها ضد العدو. القنبلة بتفجر راس الميمك، بس دمه بينتشر على كيتش وبيخلي وشه يسيح. كيتش بيصرخ من الألم، بس فجأة بيصحى على كومة الشنط اللي كان عليها قبل كده. وهنا اتوبيس بيعدي قدامه وبيشوف عليه بوستر لنفس الست اللي ماتت قدامه. كل حاجة بتحصل زي ما حصلت قبل كده بالظبط. بيتفاجئ ان الضباط نفس اللي قبلوه بيقولوا له نفس الكلام، وهو مصدوم لانه عارف هيعملوا ايه وهيقولوا ايه. كيدج ساعتها ما بيبقاش مصدق انه رجع تاني لنفس اليوم. وهنا بيحاول يحذر زميله بس بيبقى متأخر. بيشوف ريتا بتقاتل تاني، بس المرة دي بيساعدها، وفجأة بيتضرب في صدره، بس بدل ما ريتا تساعده بتاخد بطاريات. وميمك تاني بيظهر قدامه، وفجأة بيصحى في نفس المكان تاني. المرة دي بقى بيروح على طول للرقيب فارل وبيقول له كل حاجة يعرفها عنه وعن اللي هيحصل، لكن فارل مش بيسمع له وبياخده للفرقة جي.
كيدج بيقول لهم انه عارف اساميهم وعارف ان عندهم كوتشينه مخبينه تحت البطانيه، وبيحاول يحذرهم باللي هيحصل بس بيحطوا له لاصق على بقه وبينجح يشيله قبل الهبوط بس بيبقى متاخر. المره دي هو اول واحد بيهبط على الشط. هنا بيحاول ينقذ زميله لانه عارف ان طياره هتقع عليه بس بيموت وبيصحى على الشنط تاني. بعد ما بيرجع لنفس اليوم كذا مره بينجح يتفادى الطرق اللي بتموت، واخيرا بينجح انه ينقذ ريتا وبيقول لها اللي هيحصل. لما ريتا بتشوف انه عارف اللي هيحصل بتسيب سيفها وبتقول له يدور عليها لما يصل، وفجأة انفجار بيقتلهم هما الاتنين. دلوقتي لما رجع للفرقة جي بيعمل حاجات بشكل مختلف، بيغطي الكوتشين عشان ما يتعاقبوه، وبيروح يتدرب مع الفرقة وبيحاول يهرب وهو بيتزحلق تحت عربية الجيش بس بيفشل. في المحاولة التانية بينجح يتفاداها ويهرب، بيلاقي ريتا وهي بتتدرب وبيقول لها ان قالت له يلاقيها لما يصحى. ريتا بتحذره ما يتكلمش عن قدرته دي مع حد والا هيترمي في مصحة نفسية، وبتسأله عن تجاربه وبتعرف ان العدو عارف انهم جايين، وبنكتشف ان اللي حصل معاها قبل كده بس هي فقدت القدرة دي وبتطلب منه انه يساعدها عشان يكسبوا الحرب. بعد كده بتاخدوا القسم اصلاح الاسلحة وبيقابلوا راجل عارف ان ريتا ماتت كذا مرة قبل كده. الراجل ده بيعرف نفسه انه الدكتور كارتر، فيزيائي وبيولوجي، وبيقول انه الوحيد اللي هيصدق اللي بيحصل معاه. محدش فاهم بيولوجيا الميمكس احسن منه. الدكتور بيوريه دراسته عن الميمكس وبيقول له انهم مش بيقاتلوا جيش، لازم يفكروا فيهم ككائن واحد، وبيعرفوا ان اللي قتله ده كان اسمه الفا وده نادر جدا وبيشبه الجهاز العصبي المركزي. بعد كده بيوريه الدماغ اللي بيتحكم فيهم كلهم واسمه اوميجا. الاوميجا عندها قدرة انها تتحكم في الزمن، كل ما الفا بيموت بيحصل رد فعل تلقائي والاوميجا بترجع اليوم من الاول، بس المرة دي بتكون عارفة اللي هيحصل زي اللي بيحصل مع كيدج، وده اللي ما ينفعش نزينهم لانهم عارفين المستقبل. بعد كده كيدج بيسأل ازاي كسبوا في فردان. ريتا بتقول له انهم سابوهم يكسبوا المرة دي، ودلوقتي كيدج عنده القدرة انه يغير نتيجة الحرب. لما قتل الالفا دخل عن طريق الخطأ في الجهاز العصبي بتاع العدو، ونتيجة كده بقى بيتحكم في قدرة الأوميجا إنها ترجع اليوم. الخطة دلوقتي إنه لازم يموت كل يوم لحد ما يدمروا الأوميجا، وبيقولوا له إنه هيبتدي يشوف رؤية عن الأوميجا وفي النهاية هيعرف مكانه. وبما إنه مش جاهز للقتال ريتا بتبدأ تدربه. بعد فترة من التدريب بيكسر ظهره، وريتا بتقول له لو اتأذى في المعركة لازم يتأكد إنه يموت، لأن في وقتها لما كانت هي في الموقف ده أخدت دم حد تاني في نقل دم وخسرت القدرة، وما عندهاش حل غير انها تضربه بالنار، وده بيحصل كل مرة بيتأذي فيها في المعركة. بعد فترة بيبتدي يشوف رؤية عن الأوميجا وبيوصف مكانها للدكتور، وريتا بتقول له ان التدريب كده خلص. الخطة ان كيدج ياخد ريتا للأوميجا عشان تخلص عليه، بس الأول لازم يلاقوا طريقة يهربوا بيها من الشط. بعد كده بيحاولوا كذا مرة يخرجوا من الشط بس كل مرة ريتا بتموت. كيدج بيبقى محبط وبيروح يشرب في بار هناك، بيعرف انه لو خسروا على الشط الميمكس هيسيطروا على المكان ده كمان، فبيرجع يتدرب ودلوقتي بقى احسن كتير من الاول. اجتماع ما بينهم الدكتور بيكشف انه عرف مكان الاوميجا، بس ده ما بيفرقش لانهم مهما خططوا مش هيقدروا يخرجوا من الشط. بيرجعوا الشط وبيقاتلوا الميمكس، بس المرة دي هما الاتنين عارفين الميمكس هيظهر فين، وبينجحوا فعلا يقتلوهم، واخيرا بينجحوا انهم يهربوا من الشط. المشكلة دلوقتي انهم يلاقوا عربية عشان يتحركوا بيها. الخطة ان كيدج يروح لعربية ويجذب الميمكس ناحيته، وريتا تروح لعربية صغيرة. قبل ما يتحركوا كيدج بيحذر ريتا ما تنساش تفصل المقطورة قبل ما تمشي. بينفذوا فعلا الخطة، وريتا بتسوق العربية الصغيرة وبتاخد كيدج. لما فكروا انهم في امان ميمك بيطلع من المقطورة لان ريتا نسيت تفصلها. لحزن الحظ كيدج بيقتله. بالطريق كيدج بيفتح سيرة حياة ريتا الشخصية وبيجيب سيرة واحد اسمه هندريكس، لكن هي ما بتبقاش عايزة تتكلم عنه لانه مات. بنزينهم بيخلص وبيلاقوا مزرعة قريبة، وهم بيدوروا في البيت ريتا بتلاقي هليكوبتر وبتقرر تستخدمه، بس كيدج بيقولوا انه خايف تتحطم، وهو بيحاول يفك الحبل بيكتشف ان ريتا عندها جرح كبير في ظهرها، وهو بيضمد جرحها. ريتا مصرة انهم لازم يلاقوا مفتاح الهليكوبتر، لكن كيدج بيقترح انهم يرتاحوا ويقضوا الليل في المزرعة، بس ريتا عندها فكرة تانية، عايزة ترجع اليوم تاني بانها تقتل كيدج. هو بيوقفها وبيقول لها يستنوا شوية لان القهوة جاهزة. لما بتشوف انه عارف ازاي هي بتحب القهوة بتسأله كم مرة احنا جينا هنا، وهنا بقى بيكشف ان المفاتيح في جيبه وانه يعرف يسوق الهليكوبتر، وبيقول لها ان لو شغلت المحرك هتموت مهما عمل. وبنعرف ان ده ابعد مكان ريتا قدرت توصل، لكن ريتا بتكون مش مهتمة، بتخرج وبتجهز الهليكوبتر، وكيدج بيروح وراه وبيقول لها ان في ميمك على بعد 20 يارد وهيهجم عليه بمجرد ما تحرك المحرك، وبيقول لها ان بس في واحد منهم هينجح انه يعيش. وبيكشف ان النسخة الوحيدة اللي مجربوهاش هي ان ريتا ترجع المزرعة بامان. وهنا كيدج بيبقى قلقان انها لو قتلت الاوميجا
ممكن تموت للأبد. وزي ما توقع بالظبط، أول ما بتدور المحرك الميميك بيهجم ويقتل ريتا، وهنا كيدج مبقاش قدامه غير إنه يموت نفسه ويرجع لنفس المكان. بس المرة دي بيقرر ما يشركش ريتا في الرحلة، بيروح مع فرقته وبيطلب ذخيرة وبطارية زيادة، وأخيرا بيسوق الهليكوبتر وبيوصل للمكان اللي شاف فيه الأوميجا في رؤيته. بيدخل فعلا المكان بس الأوميجا مش هناك، بداله في ميميكس مستنيين يهجموا عليه. بيفهم إنهم مش عايزين يقتلوه وعايزينه ينزف لحد ما يموت، وبيقرر يغرق نفسه عشان يرجع اليوم. لما بيرجع بيقابل ريتا والدكتور كارتر وبيستنتجوا إن الرؤى دي فخ، وكيدج بيلاحظ اختراع الدكتور كارتر وبيقرروا يستخدموه، بس هو لسه مش مكتمل ومحتاج معدات من الوايت وول. كيدج وريتا بيروحوا هناك، وبعد كذا محاولة كيدج بيحفظ الخطوات ازاي يجيبوا المعدات، واخيرا بيوصلوا للجنرال، ومن الواضح انهم كرروا المحادثة دي كذا مرة، فكيدج عارف ازاي يثبت له انه عارف اللي هيحصل. المرة دي بينجح يقنعه ويرجع له جهاز الارسال اللي صدره من الدكتور قبل كده، لكنهم اول ما بيخرجوا من المبنى جنود مستنيينهم وبيهجموا عليهم، عشان كده بيرجعوا من الاول وريتا بتضرب كيدج. في المرة اللي بعد كده بينجحوا يهربوا من الضباط وبيهربوا بعربية، هناك بيستخدموا جهاز الارسال على كيدج وبيحطه في رجله وبيبتدي يشوف الرؤى بتوري له اللوفر في باريس، وده المكان الدقيق لوجود الاوميجا. بيسيبوا المكان بسرعة، بس بيوقفهم راجل لابس بدلة قتالية، وكيدج بيتضرب في رجله وياخدوه للمستشفى وبيعملوا له نقل دم. هناك بيحاول يهرب ويدور على ريتا بس بيفشل، وبعد دقايق ريتا بتلاقيه وكانت هتطعنه، بيكتشف ان ادوله دم وكده بيبقى خسر قدرته، ومبيبقاش عندهم حل غير انهم يتسحبوا من المستشفى. بعد كده بيعرفوا انهم محتاجين جنود، فكيدج بيحاول يقنع الفرقة جي انهم يساعدوه. الفرقة بتكون مترددة لانهم اول مرة يقابلوه، بس بيعرفهم على ريتا في الليل وبيسرقوا طيارة عسكرية وبيروحوا باريس. واثناء التفتيش الرقيب بيعرف ان الفرقة جي مختفية. قبل ما يهبطوا الميميكس بيهجموا عليهم في الطيارة على طول بتتحطم، والحادث بيخليهم يخسروا ناس كتير من الفريق، ودلوقتي الذخيرة عندهم قليلة ومش عارفين يعملوا ايه. كيدج بيطلع بخطة انهم يستخدموا الطيارة التالفة دي عشان يوصلوا للمبنى، واتنين من الفرقة سكينر وجريف بيقرروا يفضلوا ورا عشان يكسبوا وقت. بينجحوا انهم يحركوا الطيارة، بس الميميكس بيلحقوهم، وناس كتير من فريقهم بيموتوا في الهجوم، واللي فضل بس ريتا وكيدج. في الاخر بيوصلوا جوه المتحف، واخيرا بيشوفوا الاوميجا بنفسها، بس في الفا بيتحرك حواليه. كيدج بيقترح انه ياخد الالفا، بينما ريتا تقتل الاوميجا، بس ريتا بترفض وبتقوله انه مش هينجح، وبتديله قنبلة يدوية وبتشكره انه وصلها للحتة دي، وعلى طول بتتحرك وبتجري عشان تجذب الالفا بعيد. كيدج بيستغل الفرصة وبيقرب من الاوميجا، بيغطس في المية، بس الميميك بيتحرك وراه. بعد شوية الميميك بيطعنه، بس كيدج بيكون خلاص رمى القنبلة على الاوميجا، وبيظهر انه قدر يفك امان القنابل، والاوميجا بتتفجر وكل الميميكس التانية بتموت وهي بتتفجر. وهنا دم الاوميجا بيتخلط بجسم كيدج، عينه بتبقى سودة وبيصحى تاني، بس المرة دي في الهليكوبتر وهي رايحة للجنرال. بنشوف الأخبار والجنرال بيتكلم وبيقول إن في طاقة كبيرة اكتشفت في باريس، ونتيجة كده العدو خسر قدرته على القتال. بيزور الفرقة جي وبيشوفهم كلهم عايشين وبخير. بعد كده بيقابل ريتا في نفس المكان اللي شافها فيه كذا مرة قبل كده، والفيلم بيخلص وكيدج بيبتسم وبيبقى عارف إنهم أخيرا نجحوا. ده كان الملخص بتاعنا. لو عايزين فيديوهات زي دي اعملوا لايك واشتركوا في القناة، وما تنسوش تضغطوا على جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد.